حاتم، انت بتعمل ايه هنا؟ مستنيكي. كنت لازم اكلمك حتى لو دقيقة واحدة. يا حاتم، قلتلك 1000 مرة الموضوع خلص من قبل حتى ما يبدأ. احنا قفلناه. والله العظيم يا علا، رغم اني خاطب ورغم ان خطيبتي من سني وبحبها وهي بتحبني وكمان محترمة وما فيهاش عيب واحد، وانت عارفاها كويس وتعرفتي عليها قبل كده، بس بس قلبي معاكي انت. معرفش ازاي ده حصل، بس انا بحبك انت اكتر رغم اي ظروف. انا لما سبت المدرسة سبتها عشان انساكي وبعدت، بس ما قدرتش. النهاردة قررت افتح قلبي ليكم، يمكن ارتاح، يمكن الاقي طريقة اهون بيها على روحي اللي بقت سنين بتتعذب. انا عملت ذنب كبير، ومهما حاولت اهرب منه بيرجع يطاردني في كل لحظة. بقى بياكل فيا ومعيشني في توتر وخوف مش بيفرقوني. بقيت بخاف من كل رنة موبايل، من كل سؤال من جوزي، من كل نظرة من عيالي. حاسة وكأني واقفة على حافة الهوية ومستنية اللحظة اللي السر فيها ينكشف، واللي بعدها حياتي كلها هتتقلب. مش عارفة هكفر عن اللي عملته ازاي، ولا هعمل ايه لو كل حاجة بانت. أنا علا، عندي 47 سنة. تعالوا أحكي لكم قصتي. مصطفى، احنا لازم نتكلم. انا مش قادرة اكمل بالطريقة دي. انا لوحدي اللي شايلة البيت، مصاريف ومدارس واكل، كل حاجة، وانت ولا كأنك موجود. طب وايه المشكلة يعني؟ هي مش ظروفك جت كده؟ انت شغلك احسن ومرتبك اعلى، مديرة مدرسة دولية قد الدنيا، طبيعي تبقى انت اللي بتصرفي. ايه الجديد؟ الجديد اني مش طايقة كلامك ولا برودك. انا تعبت. انا مستحملة وجودك في حياتي بس عشان ولادي. عشان الولاد برضو، ولا عشان مش عايزة تاخدي لقب المطلقة؟ عيشي يا علا وارضي بنصيبك أحسن ليكي، عشان ما تتعبيش نفسك على الفاضي. نصيبي؟ نصيبي إن أبقى متجوزة واحد عديم المسؤولية، ولا كأنك راجل غريب في البيت. هي دي الحياة، كل واحد بياخد اللي مكتوب له، وانتي مكتوبلك تشيلي. يا ست، انتي كده على طول مقصرة مع عيالك وابنك اللي سقط في الامتحان ده. انتي كان فين دورك؟ فين مذاكرتك معاه؟ ولا انت الشغل عندك اهم؟ هو انا سايبه حاجه يا مصطفى؟ ما انا طول الوقت مشغوله بشغلي وفي طاحونه الشغل عشان البيت والعيال. انت عمرك حسيت بيا ولا قدرت اللي بعمله؟ اهم حاجه عندك ان اجيب الفلوس بس وخلاص. ما هو ده الطبيعي، اللي معاها شغل ومرتب احسن لازم تشيل، ولازم تقومي بكل ادوارك، وما تجيش على دور على حساب دور تاني. يا راجل، ده ايام امتحانات ابنك كنت فوق شغلي مريضة وتعبانة، وانت ولا هان عليك تقعد معاه وتذاكر له، ولا عمرك حتى فكرت تساعدني في اي حاجة في البيت ده. ده انت حتى كوباية المية عايزني اجيبها لك لحد عندك. يعني انت عبء عليا فوق العبء اللي عندي. ايه يعني؟ ما كل الستات بتخدم جوازها، وانت شغلتك ايه غير انك تهتمي بالبيت والاولاد؟ انا لو عليا كنت مشيت من البيت ده من زمان، بس خلاص. انت كل يوم بتثبت لي قد ايه انا لوحدي ومن غير راجل. ايوه، دي حياتي مع مصطفى. مشاكل، مشاكل ملهاش نهاية، وبالرغم من كل ده انا لسه واقفة ولسه بتحمل. انا اللي بتحمل مسؤولية البيت كله، مصاريف ومذاكرة وشغل بيت، كل حاجة. وبتحمل كمان وجوده هو في حياتي، الراجل اللي المفروض يبقى سندي، بقى وجوده قدامي بيدمر لي نفسيتي. كان نفسي والله، كان نفسي من زمان أخلص من الحياة دي. واحد زي ده ما يستاهلش أعيش معاه ولا يتسمى لي راجل. بس كل مرة أفكر أمشي ولادي بيصعبوا عليا، مهما كبروا برضه بيصعبوا عليا. مش راضية ليهم يتشتتوا بين أب وأم منفصلين، ومش عايزاهم يكبروا مكسورين. عايزاهم يعيشوا عيشة سوية، بس كل ده على حساب حياتي وعمري وحتى نفسيتي. أنا بشتغل مديرة مدرسة، بحب شغلي وبلاقي فيه راحتي وأخدة وضعي فيه. بس من سنة ظهر شخص كان السبب في اللي أنا فيه دلوقتي، وهو حاتم. ما كنتش متخيلة إن حياتي هتتشقلب بسببه. حاتم مدرس عندي في المدرسة، بقاله سنتين معانا، شاب عمره 27 سنة. أنا عارف إن اللي هقوله مش مكانه ومش منطقي، ويمكن كمان مستحيل، بس حضرتك إنسانة مميزة قوي وأنا معجب بحضرتك قوي. حاتم، أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ فاهم، فاهم والله، وكل كلمة طالعة مني محسوبة، بس مش قادر أكذب على نفسي.
حضرتك أرقى وأقوى من أي ست قابلتها في حياتي. أنا بقالي سنة كاملة بلمح وتعبت من التلميح، وخلاص لازم أعترف، لازم أقول اللي جوايا بكل صراحة، لأني تعبت أداري. حاتم، أنت شاب محترم وطيب، بس أنا واحدة متجوزة وعندي بيت وأولاد، وحتى لو أنا مش متجوزة في فرق سن بينا كبير قوي. الكلام ده ما ينفعش. إحنا في شغل وأنا مسؤولة عن مكان وعن ناس، ومش ممكن أسمح بالكلام ده هنا. أنا مقدر كل كلمة حضرتك قلتيها، بس كان لازم أقولك اللي جوايا تجاهك. حاتم أرجوك، أنا هعتبر نفسي ما سمعتش منك أي حاجة، وإن الحوار ده ما حصلش، عشان نحافظ على احترامنا لنفسنا واحترامنا للشغل. ومن بعد الحوار اللي حصل بيني وبين حاتم، ومن بعد ما صديته لقيته ساب المدرسة. بصراحة يمكن ده أحسن، بعد اللي قاله ما ينفعش نكمل شغل مع بعض حتى لو في إطار رسمي. أنا ست متجوزة وما عنديش أي استعداد أدخل في إطار الظنون، وبرضه هو صغير وممكن يتهور في أي لحظة، عشان كده البعد أحسن. بس اللي محيرني إزاي واحد في سنه وخاطب كمان بنت من سنه حلوة ومحترمة يدخل في المشاعر دي أصلا. أنا قابلتها مرة وتعرفت عليها، بس إيه المفاجأة الحلوة دي؟ مش كنت هتجيلي بكرة؟ وحشتيني وقلت أطمن عليك. انت يا مروة على طول وحشاني، انت أجمل وأرق وأحن واحدة في الدنيا. أنا بجد محظوظ إنك معايا، كل يوم بشوف فيك الست اللي نفسي أكمل حياتي معاها. يا حاتم، كلامك جميل ودايما بيفرحني. أنا كمان بحبك وبحس معاك بالأمان. انت طيب ومحترم وعمري ما شفت منك غير الخير. أنا نفسي أبدأ حياتي معاكي بأسرع وقت. انت أجمل حاجة حصلت لي وأكتر واحدة فهماني. حاتم، انت بتعمل ايه هنا؟ مستنيكي، كنت لازم أكلمك حتى لو دقيقة واحدة. يا حاتم قلتلك 1000 مرة الموضوع خلص من قبل حتى ما يبدأ، احنا قفلناه. والله العظيم يا علا، رغم اني خاطب ورغم ان خطيبتي من سني وبحبها وهي بتحبني وكمان محترمة وما فيهاش عيب واحد، وانتي عارفاها كويس وتعرفتي عليها قبل كده، بس قلبي معاكي انتي. معرفش ازاي ده حصل، بس انا بحبك انتي اكتر رغم اي ظروف. انا لما سبت المدرسة سبتها عشان انساكي وبعدت، بس ما قدرتش. كل يوم وكل لحظة بلاقي نفسي عمالة افكر فيكي. انا مش قادر ابعد، انا بحبك بجد. كلامك ده بيدل على حاجة واحدة بس يا حاتم. ايه هي يا علا؟ انك مش بتحبني. انت بس عايز تثبت لنفسك ان مفيش حاجة بتعصى عليك، عايز تحس ان مفيش واحدة تقدر تقولك لأ. انا مش كده خالص يا علا، انت فهمتيني غلط. انا بحبك بجد. لا، انت كده من غير ما تحس. انا كل ما هقولك لا وكل ما هصدك هتتمسك بيا اكتر، مش عشاني، عشان التحدي، ودي طبيعة رجالة كتير وانت واحد منهم. صدقيني يا علا، انا بحبك. الحب الحقيقي عمره ما هيسمح لك تحب 2 في نفس الوقت، ولا يخليك تجرح واحدة بتحبك بجد زي مروة خطيبتك. ابعد عني يا شاطر وروح لخطيبتك، هي المناسبة ليك. يعني ده آخر كلام عندك يا علا؟ أيوة، ده آخر كلامي، آخره وأوله ومفيش غيره يا حاتم، وأرجوك سيبني في حالي وكفاية اللي أنا فيه. كنت واثق إنك هتيجي. أنا مش عارفة ليه جيت يا حاتم، اللي إحنا بنعمله ده مش صح. عشان قلبك جابك زي ما قلبي متعلق بيك وبيحبك بجد. حاتم، أنا ما قدرتش أقاوم حبك ليا، وده لأني بجد تعبت. جوزي من سنين سايب المسؤولية كلها عليا، تعبت أكون الراجل والست. أنا مش شايفة راجل بجد في حياتي يحتويني، وبعدين ولا بيقدر ولا بيحس ولا حتى كلمة شكر، كأني مش بعمل أي حاجة. يا حبيبتي، انت جبال مش مجرد ست، انت بتحافظي على بيتك لوحدك ومع واحد ما يستاهلش، وبترعي شغل ومكان كامل. الراجل اللي مش بيقدر اللي بتعمليه ده مش راجل. لكن أنا هشيل معاكي، ومش بس هشيل معاكي، أنا هشيل قبلك عشان أريحك وهسندك وهسمعك أحلى كلام ما سمعتهوش من سنين. وده مش مجرد كلام حلو بسمعهولك، دي الحقيقة. كل كلمة حلوة هي انت النعمة وانت القيمة وانت الحب. حاتم، وايه آخرة اللي بينا؟ احنا علاقتنا جميلة ومريحة، بس آخرتها ايه؟
اخرتها انك لازم تطلبي الطلاق من جوزك وانا هسيب خطيبتي، وعمري كله هيبقى ليكي، وانا اللي هعيشك الحب الحقيقي مش الوجع اللي انت فيه دلوقتي. ايوه، انا غصب عني استسلمت لحبه ولعلاقتي الجميله بيه، ومن كتر ما كان بيظهر لي في كل مكان اروحه ويتحايل عليا ويغمرني بكلامه الجميل، غصب عني ضعفت لاني الست المتعطشه للكلام الحلو والحنان. بقيت بستنى كلامه وبستنى وجوده وضحكته، سنين طويله محدش قال لي كلمه تريح قلبي، لكن هو رجعلي الاحساس اللي كنت فاكراه مات، وبقيت بقابله دايما ونقضي مع بعض وقت جميل. علا، انا طلبت اشوفك ضروري عشان لازم انصحك، ده واجبي اتجاه صاحبتي اللي بحبها، وواجبي اني لما اشوفها بتغرق لازم انقذها. في ايه يا منى؟ قلقتيني. انا شفتك مع حاتم وكذا مرة يا علا. منى، الموضوع مش زي ما انت فاهمة. علا، بالله عليك اسمعيني للآخر، صدقيني انا مش جاية الومك، انا جاية انصحك والحقك. انت لازم تبعدي عن الولد ده، لازم عشان بيتك ما يتخربش وعشان عيالك ما يتفتحوش. حاتم مجرد عيل طايش بيجري ورا احساسه وخلاص، وهو مش هيخسر يا علا، هو بكرة هيفوق وهيتجوز وهيعيش حياته عادي ولا كأنه عمل حاجة. بس انا، انت اللي هتخسري، بيتك هينهار وناس هتتكلم، عيالك مش هيستحملوا الفضيحة، وانت كنتي اصلا بتستحملي جوزك عشان خاطرهم، وبرضه عشان خاطرهم تبعدي عن حاتم. موضوعك معاه ممكن يتطور، ولو اتفضحتي بناتك كمان هيتفتحوا، وده اللي انا خايفة منه. يا علا، دي خطوات الشيطان اللي انت ماشية فيها دلوقتي، بلاش تكملي، بلاش تبيعي نفسك ليه. يمكن ربنا خلاني اشوفك يومها عشان ينقذك من الطريق ده، طريق اخره شر وندم. علا، انت ست محترمة وليكي مكانتك، ما تضيعيش نفسك عشان لحظة احتياج. ارجوك يا علا فوقي. كلام صاحبتي منى كان له تأثير كبير قوي عليا، هي اصدق واحدة في حياتي واقرب حد لقلبي، وبتحبني من غير مصلحة، وحسيت ان كل كلمة قالتها طالعة من قلبها. واكتر حاجة وجعتني اني كنت عارفة، ايوه كنت عارفة من الاول ان كلامها صح وان الطريق ده غلط، بس غلطت وسبت قلبي يضعف، ودلوقتي حان الوقت عشان اصلح غلطي، حتى لو هتوجع. مش صح اسيب نفسي اغرق اكتر من كده، وحسيت فعلا ان ربنا بعتها لي في الوقت المناسب عشان يفوقني قبل ما اغرق للاخر. ابعد عني، كفايه بقى. ايه اللي جابك ورايا لحد بيتي؟ هو انت مجنون؟ ابعد عني، كل اللي بينا انتهى. انتهى؟ ازاي انتهى فجأة كده؟ فين الوعود اللي كانت بينا؟ انا غلطت معاكي في ايه؟ انت اللي سمحتي لي ادخل حياتك بجد، ودلوقتي عايزه تبعدي عني ومن غير سبب ومن غير حتى ما تقولي لي؟ انا كنت غلطانه، والغلط ده لازم يقف، مش هستمر فيه. ابعد عني يا حاتم وللابد. يعني بعد ما سبت خطيبتي اللي من سني اللي كانت بتحبني عشانك انتي، عشان واحده بتخون جوزها، دلوقتي عايزه تسيبيني؟ اكيد لقيتي واحد تاني، ما هي اللي تخون مره تخون 1000 مره. كفايه يا حاتم، كفايه، انت كده بتجرحني. لا، مستحيل، انا بحبك بجنون ومش هسيبك تطلعي من حياتي بالساهل، بعد ما عشمتيني، بعد ما صدقتيني. انت خلاص بقيتي ملكي. قدامك حاجه من اتنين، يا نتقابل ولو لمره وانا هبعتلك عنوان شقتي، يا اما هفضحك قدام جوزك وعيالك وهخرب بيتك. انا معايا صور لينا سوا، يعني بالدليل. انا حياتي كلها بقت خوف وقلق، ومحتاره اعمل ايه عشان ما اتفضحش واحافظ على بيتي وعيالي. ايوه انا غلطت، بس انا عايزه ارجع، مش عايزه اصلح الغلط بغلط اكبر منه. دلوني اعمل ايه؟